خطوة عزيزة، مرحبا بيكم. يا أهلا وسهلا، نورتونا شرفتونا، ده احنا زرنا النبي. كل الكلام اللي ممكن تسمعه من أي مصري بيرحب بيك في بيته. احنا شعب ذواق وبنحب نستطعم الحاجة، فاحنا بقى لفينا محافظة محافظة وسألنا كل واحد من محافظته سرهم ايه. كل سنة وانتم طيبين. خطوة عزيزة، محافظتنا برضو من الدلتا، سلة غلال مصر، خيرها ما بينتهيش. اكتشفنا فيها سر الحضارة، وكمان عندهم أسرار كتير في الأكل. تعالوا معانا نشوف الأسرار دي مع بعض. خطوة عزيزة، ازيكم؟ قصة جديدة وحكاية جديدة من حكاياتي اللي ما بتخلصش من مطبخ أم الدنيا. حكايتي النهاردة من محافظة البحيرة، ومعايا الشيف حنان مدحت. صباح الفل يا صباح روحي. الفل، عامله ايه؟ ضيفة معايا للمرة التانية. انا منوراني. اتشرف. هنعمل النهاردة ايه بقى؟ احنا كباب النهارده الفريك. كباب الفريك والحباش. يا بختنا. ونتكلم عليه بقى ونقعد بقى ونتكلم على البحيرة ودي ناسها الحلوه وناسها الحلوة وشطارتهم. ايوه. واحنا بنقول على ستات البحيره ستات حدقه، يعني الحدقة. شاطره قوي في اللي هي في شغل البيت وحاجاتها وحياتها. أوكي. مدبره جدا وشاطره جدا. بس كده، ده كلام جامد قوي. يلا بينا. يلا بينا. نبدأ بإيه بقى؟ نبدأ بالكباب كباب الفريك علشان بياخد وقت أطول شوية. يلا صح؟ طب يلا بسم الله. كباب الفريك: نص كيلو لحمة مفرومة، ربع كيلو فريك قمح، كزبرة، بقدونس، شبت، بصلة، 5 فصوص ثوم، ملح، فلفل، كمون. خلينا نقول حاجه بسيطه. كباب الفريك بيختلف من محافظه لمحافظه. أوكي. يعني البحيره الفريك عندها مش فريك القمح، لا فريك الذره. مظبوط. فريك الذره بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى الذره المشوي بتاعتنا مظبوط. العاديه جدا، وتتشوي وتتجفف زي ما هي. أوكي. بالكوز بتاعها زي ما هو علشان ما تطولهاش رطوبه. مظبوط. واول ما بتتجفف بيبتدوا يجرشوها، فبيدي طعم سموكت جميل قوي قوي. أيوة. مدخن. بيستعملوه في ايه بقى؟ بيستعملوه بدل الرز اللي احنا بنستعمله في حاجات كتير. زي مثلا احنا بنحط في الخبيزه رز، لا هم بيحطوا ده مكانه. السبانخ بنحط حمص، هم بيحطوا ده مكانه. ايوه. نعمل بيه كفته زي كده. نعمل بيه الكوسه. فهم ما شاء الله شاطرين في النقطه دي. ناخد بقى القلاحه، نعمل بيه بالقلاحه. فحم. ايوه. ونعمل عليه الشاي. ندخن بيه ونشرب عليه الشاي على القلاحه بتاعت الدم. ده حقيقي. أيوة. ده حقيقي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي الاول ناخد اللحمه، نص كيلو لحمه مفرومه. انا خدت بالي ان الدهنه فيها علشان بنقول عليها تسمغ. ايوه. مش بنشوف عند الكبابجي تبقى زي الاستك كده. ايوه. لا احنا أيوة. نسبه الدهون يعني مثلا بتكون اللحمه حمراء فيها 25% نسبه دهون. مظبوط. مش تكون من الليه، لان الليه بتنزل الدهون بسرعه، بتنزل في الاكل. صح. وتصفي خالص والحجم بيبقى صغنن كده. مظبوط. لا مظبوط. احنا محتاجين بنسمي دوش او بوش، تمام، بناخد منها بيبقى 25% من النسبه الحمراء. تسمغ وتشمع. قلتي لي قبل كده محافظه ثانيه كانت ينشنش. صعيدي. دلوقتي يسمغ او يشمع. مظبوط. احنا بنحط هنا النص كيلو. طبعا احنا بنستعمل حسب الكميه اللي احنا محتاجينها لافراد الاسره. اوكي. يعني احنا مش شرط كله. الحلو في الوصفه دي ان هي بترمي معاكي زي حبه كتير، بترمي معاكي كميه اكبر، وممكن تزود. بالنسبه للفريك الذره مظبوط. هو في ميزه وان ضروري ما بيعملش تعب في القولون زي الفريك القمح. ايوه. ولو هنستعمل فريك القمح يتنقع قبلها بفتره كبيره يطرى عشان شوية. يطرى لان وتتضرب معاه، وبعدين نسيبها في الثلاجه شويه وبعدين نرجع نعملها تاني لو ما عندهاش ترتاح العجينه مع بعضها. لو مش هتفرمها عند جزار. مظبوط. لو هتفرمها في البيت يبقى مظبوط. لازم علشان الفريك ما يتعبش المعده والكلام ده. صح. وعشان كده احنا حاطين معاه هقول لك ايه، ده 200 جرام الفريك بتاع الذره. يعني نص كيلو لحمه واخد 200 جرام فريك،
وبرده ممكن ست البيت تزود بزياده او اقل حسب ما هي شايفه العجينه بتاعتها عامله ازاي. محتاجين مفروض. شويه ملح. اوكي. على فكره احنا مش هنكتر ملح لان هي ليها اكتر من تسويه، طريقه تسويه، فممكن مثلا تتعمل بالصلصه. عارفه فكره كفته الرز مظبوط. بتاعتنا؟ أيوة. فلو عملت في الصلصه هتحط ملح، صح. فتبقى حريصه في العجينه من الاساس ان هي ما تكترش الملح. هنحط معانا رشه كمون. اوكي. علشان المعده وعلشان القولون وكده ما يتعبناش. من البقول رشه فلفل اسود. فكرك بقى ليه هم حطوا الفريك على الكفته؟ بصي هو بيدي طعم حلو قوي قوي اولا، تغذيه، وهم شاطرين في التوفير جدا. ايوه انا كنت جدا مستنيه منك الرد ده. شويه أيوة. شويه بيكنج باودر عشان تهيش معانا. اوكي. ستات دمنهور معروفين بالشطاره في البيت جدا. ايوه. شويه كزبره ناشفه. شطار في البيت فعلا. قوي قوي. كمان تلاقيها ما شاء الله في الاعمال المنزليه وان هي تشتغل صنعه عندها في البيت، دي مميزه بيها قوي، يعني ممكن تعمل منسوجات وتبيعها. كنت لسه عايزه اقول لك خدي بالك محافظه البحيره تعتبر المحافظه رقم 5 من حيث عدد السكان، يعني هي ناس كتير قوي فيها، وهم مشهورين جدا بالزراعه ومشهورين جدا بصناعه المنسوجات والصناعات اليدويه والحاجات الصوف شاطرين مظبوط. فيها قوي قوي. مظبوط. فتلاقي الست ما شاء الله عليها تعمل هي بيت قايمه حاجة. بالبيت وفي نفس الوقت في ايدها صنعه تقدر تفتح بيت مظبوط. لوحدها. صح. فهم شاطرين وناصحين جدا على فكره، شاطرين يعني وانت بتتكلمي معاهم عندهم ذكاء وعندهم جداً. في التجاره وفي جداً. الكلام، هم شاطرين قوي قوي قوي. البحيره اصلها مش بعيد قوي عن القاهره، فتروحي تقضي اليوم وترجعي برضه. وحنينين جدا على فكره، كل ما نقرب من النيل والزرع والخضره تلاقي قلبهم صح. طيب لطيف. صح. والله المصريين كلهم ودود كده. كلنا حلوين. والله المصريين كلهم حنينين وطيبين. حطينا هنا 5 فصوص توم قطعناهم كده. احنا كل ده هنضربه في الكبه بعد كده. كل ده عاملاه يعني كبير عشان لسه هنضربه في الكبه. مظبوط. بصله، وما نكترش قوي في البصل علشان ما تخرجش ميه وتفك مننا. صح. ده مهم جدا ان هي تبقى واخده بالها من الحته دي. صح. فانا هساعد الكبه بس ان انا هقطعها لهم، يعني ممكن على النص، ممكن ناخد نص بصله وتكمل الباقي في شوربه او حاجه زي كده. خليني اشيل الحاجات دي. يلا. وهناخد شويه شبت وبقدونس وكزبره. محافظه البحيره تعتبر بيسموها ايه بقى؟ الفيجيتابل اند فروت باسكت، سله الغذاء بتاعه مصر. هم عندهم ارض زراعيه ما حصلتش. ارض زراعيه وبعدين قطن، رز، فاكهه، بطاطس. هي موطن الخرشوف، يعني الخرشوف في مصر اصله وموطنه وبزياده قوي تلاقيه في البحيره. قولي لي كنت وانت صغيره تجيبوا الخرشوف الكتير ونفضل نقطم في لا الارضيه بتاعتها؟ لا ايه ده؟ حديد بيور. لا كنت بجيبه من عند الراجل بتاع الخضار كده. لا الخرشوف كان يعتبر السناك بتاع البيت زمان. ايه ده؟ الله. يعني كانت امهاتنا كانوا يجيبوا الخرشوف بكميات، طبعا كان ارخص من كده بكتير. اكيد. وانا كنت اقعد اقول لماما بلاش بخل، ما وافق على السعر. بقول لك ايه انا ما كنتش عارفه ان ده الطبيعي بره. طبعا اسعار الخضار في مصر هنا حاجه وبره مصر حاجه تانية خالص. تمام. خالص. فانا كنت بشتري خرشوف، لقيت خرشوف طبعا انبسطت جدا وقعدت احضن في صاحبتي وهجيب خرشوف وهنعمل صيد خرشوف، ولقيت ان هم حاطين بيبيعوا الخرشوف 2، فانا قلت هجيب 10 عشان اعمل صينيه يعني حلوه. انت كده مفتريه. فانا مش فاهمه، والناس عماله تبص لي اللي هو انت مجنونه بتعمل ايه مجنونه. انا عماله احط 1 2 ورايحه احاسب، فالراجل قال لي رقم خرافي. فقلت له لا شكرا. بعدين بقى قعدت اقول لما ابقى انزل مصر باكل خرشوف بقى خلاص. لما انزل مصر بقى باكل خرشوف بقى. لا الخرشوف زمان كانوا بيجيبوا كميه ويبقى هو ده السناك اللي نقعد كلنا ملمومين ونقطعه، ويبقى في طبق جنبينا فيه ميه بليمون جنب ماما، ناكل الطرف بتاعه اللي كله حديد. وبعدين نبص نلاقي خلاص هي ماما خلصتها، نبتدي بقى تعمل في الميه بالليمون عشان تبتدي تسلقه. نفرمها طري قوي ولا بصي في حاجه اسمها ايه، عايزه هستاذنك كلينكس. اتفضلي. انت حطيتي البهارات مش كده؟ كمون، كزبره، فلفل، رشه بهارات. في حاجه في الفرم اسمها وش ونص. ليه؟ مش لازم الكفته تكون ناعمه جدا. بيسموها حرشه، تبقى منعكشه شويه كده، قطمه كده فيها عضه. تمام. فبنعمل ايه؟ نص الكميه نفرمها. انت قلتي مشمع، انا هحفظك هعمل لك اندكس. ايوه قلتي لي يشمع يصمغ وايه، وقلتي حاجه انت احنا قلتي ايه؟
يشمع ويسمع، وقلت لك ودي فيها عضه. عض. ماشي اوكي. هنبتدي بقى كده. يشمع ويصمغ وفيها عضه. بصي احنا هنحط كميه منها، حاول اخد ده. لازم تفرم كويس قوي. اوكي. بتبقى زي ما انتي قلتي كده على الجامد شويه. اوكي. خلاص خلصنا نعمل نصبع كده. احنا فرمنا الكميه بتاعتها. يا اساعدك بقى. يلا. بعد ما هنصبع بقى، واحنا بنصبع اقعد ادوشك شويه بدوشتي المعهوده. انا احب احكي معاكي يا رب حبيبتي. انا بقول لك بقى، ما انا عندي حكاويه ما بتخلصش. جدي كان بيقعد يقول لي انت حكاويكي يا عم زي الحرنكش، كتير كتير كل شويه أز. قلت له ماشي يا جدو. اعملها ازاي؟ هنعملها صوابع او كور اللي يعجبك، بس احنا كده شكلها بعد ما فرمناها مظبوط. ناعمه خالص. بس ايه لسه فيها شويه في التلاجة على فكره. اوكي. وممكن تتاخد وش كمان. تمام. اكبر شويه. اوكي. زي ما انت عايزه. انا بحب يعني هي دي على فكره اذواق، يعني حسب ذوق البيت. مظبوط. في اطفال بيحبوا الكور الصغننه الميت بول دي بسرعه أيوة، كده. ولادي بيحبوا الميت بولز دي الصغنونه دي. اهي سمغيها كده. سمغت. ايوه متسمغه. تنفع ان احنا نعملها في شيش او في سيخ. اوكي. يعني تمسك نفسها. تمسك نفسها. ليها اكتر من طريقه في التسويه. في بيخليها محمره بس. تمام. بتتقلي كده زي كفته الرز. زي كفته الرز. مظبوط. وفي بيسلقها في شوربه. يعني تبقى في شوربه كده كتير شويه، وتاخد وش بس كده وبعدين ياكلوها. وفي بيعملها بصلصه. احنا النهارده هنعمل محمر ونعملها بصلصه. الصلصه يعني بتبقى هنحمرها خفيفه وبعدين نحطها في الصلصه. تعمل بقى ازاي الصلصه؟ الصلصه بقى اللي عايز يعملها بالبصل الاول تقليه. أوكي. وبعدين ينزل عليها بالطماطم ويتبلها. تمام. اللي عايز يحط فصين توم وبرده مع معلقه سمن او معلقه زيت وطماطم معصوره وتتسبك شويه وننزل فيها. تمام. على فكره الذره عامل فيها ريحه. تدخين كده. ايوه جميله ايوه جدا. بجد صدقيني الذره عامل فيها ريحه. يعني هي ريحه الكفته العاديه، بس فيها فعلا سموكي فليفر كده شويه. بتتخطف دي. بيعملوها في الافراح. عشان ايه بقى؟ بتبقى صنف كلهم، يعني زي صنف شعبي. ايوه. كلهم بيحبوه ويبقى موجود. اكتر حاجه كنت بتحبيها وانت صغيره بقى لما كانوا يشتغلوا في المطبخ ايه؟ أنا؟ يعني دايما كان تبص تلاقي نتجمع ويعملوا حاجه العيد مع بعض، ولما بتعمل حاجات كميات كده انا كنت بحب اتفرج على مامتي جدا وهي بتطبخ، عشان مامتي كانت رقيقه جدا في الطبخ، وتنظف حواليها ومش عارفه ايه، تمشي المطبخ نظيف. وكنت بقعد مع جدي، عشان جدي كان بيقعد يرغي معايا كده زي ما انا برغي معاكي. احلى حاجه في الطبخ الونس. طبعا. الصحبه الحلوه. طبعا. واحنا طبعا. قاعدين فبتبص تلاقي الحاجه بتطلع سبحان الله فيها بركه ونفسها حلو. نشوف بقى سخن. في تجربه اللي هي رشه الميه دي زي بتوع الطعميه في الشارع، بس طبعا دي خطر، محدش يعمل كده يا جماعه. ما تقوليهاش ما تقوليهاش. طشه كده. وفي بقى انك تحطي حته صغيره تجربيها. وممكن ملح. حط حته صغيره. في معلومه لطيفه. موضوع الميه ده. في معلومه لطيفه، علشان الحاجه اللي بتتقلي تاخد كلها لون واحد بنحط معاها شويه ملح. دي معلومه حلوه جدا وانا بشكرك عليها، انا اول مره اعرفها. عشان كل الحاجه اللي بتتقلي تبقى كلها لون واحد، مش حته غامقه وحته فاتحه وكده. فبنحط شويه ملح. انا بشكرك والله يا شيف حنان. كده بس كده. وهو اول ما هيسخن هيبتدي يشتغل. اوكي. ممكن حركه الملح دي تبقى جميله جدا مع البصل بتاع الكشري والسمك والكلام ده، عشان يبقى كله لون واحد. صح. البصل بتاع الكشك. أوكي. كله بيبقى لون واحد. أوكي. ما بيبقاش فيه فاتح وغامق، فبتشتغل معانا بتبقى حلوه قوي. هو قرب يسخن. طيب تعالي بقى واحنا مستنيين ونحكي. يلا نحكي حدوتتنا. قولي. حجر رشيد. طبعا. انت عارفه هم اكتشفوه في البحيره. عشان البحيره فيها رشيد، مدينه رشيد. أيوة. دي اصلا مدينه اثريه، دي فيها فيها دور في وادي النطرون، وفيها عندك مساجد، وفيها بيوت اثريه اسلاميه، وفيها طبعا معابد حاجات فرعونيه. الحاجات دي لسه موجوده يا رب. طبعا. طبعا بتحافظ عليها. رشيد بقى، حجر رشيد ده قصه. حكايه. في ضابط فرنساوي ايام الحمله الفرنسويه كان اسمه جان ميشيل بوشار. الراجل ده وهو ماشي كده لقى حاجه سودة
100 سنتي كده، وزنها 800 كيلو، عليها كتابات غريبه كده. الحجر بتاع رشيد نفسه اللي هو البازلت. بازلت اسود. مم. حاجه واقول لك مثلا 100 سنتي كده ووزنها 800 كيلو، فهو مش فاهم ده ايه، فخده. الفرنساويين اتهزموا 1802 وعملوا معاهده مع البريطانيين. بريطانيا مش فاهمه ده ايه بس عايزاه، ده انا عايزاه، فقالت هاخد ده وهناخده. خدوه ودوه المتحف البريطاني. بس هم عارفين ان في راجل عالم اثار اسمه شامبليون فرنساوي، قالوا له تعالى ادرس فيه، اقعد ذاكر فيه. قعد 23 سنه يذاكر فيه. شامبليون اللي متسمي على اسمه الشارع اللي قدام المتحف اللي في وسط البلد. نصية شامبليون. 23 سنه بيذاكر في الحجر ده. عارف يفكه ازاي؟ عشان حجر رشيد مكتوب ب3 لغات، باللغه الهيروغليفيه اللي هي لغه المعابد، وباللغه الديموتيقيه اللي هي لغه الشعب بيتكلم بيها، وباللغه اليونانيه لما كانوا الرومان وقتها حاكمين مصر. وكانوا باعتين اللي هم الكهنه بتاعه معبد منف، كانوا باعتين رساله شكر للوزير وقتها او للسلطان وقتها. قعد بقى يعني يحاول يفهم ده وده ويركب الحاجات لغايه لما فكها بعد 23 سنه. 1822 واكتشفوه سنه كام؟ 1799. احنا مش سهلين. مش حتى والحاجات قدامك. البازل صعب برضه. تفتكري كانوا بيستعملوا ليه حجر البازل؟ هو من الحاجات الاحجار اللي بتستحمل جدا مظبوط النقش والحراره. مظبوط. وعشان كده جزء بتاع شرم الشيخ والجزء بيستخدموه في الشوي. لسه كنا عاملين من كام يوم في محافظه البحر الاحمر اللي هي برضه الغردقه وكده، السلات اللي هو بيستوي على البازلت. انت عارفه ليه سموه السلات؟ يتسلت. عارفه لما نبقى في خناقه ولا اتسلت منهم وامشي. هو ده كده. الدهون بتتسلت من اللحمه. بحب قوي لما يبقى الضيف اللي معايا فاهم وتمام وما يتعبنيش. تتسلت الدهون من اللحمه وتبقى صافي. مظبوط زي اسلت نفسك وامشي. ده لغه عندنا ما تتغيرش. فبنستعملها حتى في المطبخ. ايوه كده. هي ابتدت تسخن. واسلت دي على فكره مش لغه عربيه، في كلام كتير بتاعنا احنا، يعني لغات مصريه قديمه. انت عارفه اللغه بتاعتنا احنا المصريه فيها اكتر من 10,000 كلمه من اللغه القبطيه القديمه. ده حقيقي. عشان كده انا دايما بقول ان اللهجه المصريه لهجه صعبه جدا. احنا بس حظنا ان احنا الدول العربيه بتتفرج على مسلسلاتنا، غير كده ما حدش هيفهمنا. عايزه اقول لك انا سافرت الحمد لله اكتر من مكان، من اللهجه بتاعتنا ما بيعرفوا ان احنا مصريين قد ايه الحفاوه طبعاً. والمقابله الحلوه. مصريه ام الدنيا. انا مبسوطه فخوره. احنا بقى هنا في مطبخها دلوقتي في مطبخ ام الدنيا. دي من احلى الحاجات الحمد لله الواحد يعني حسها وشافها بعينه. صح. مره كنت في المغرب وقاعده لوحدي بتكلم في التليفون، ولقيت ناس عماله بيضحكوا بس سامعينك. عماله اقول هو انا في ايه عيب كده يعني بيضحكوا عليا ليه؟ وبعدين شويه قالوا لي احنا بس عايزينك تكملي كلام، ممكن تكملي كلام؟ اسمعوا له. فبقول لهم ليه كده؟ قالوا لي اصل احنا ضحكنا بس، افتكرنا عادل امام وافتكرنا. بقيت بقى واحده جايه لي خدي خراررايه، بقول لها يعني حاضر هناخد خراررايه اوكي. عارفه طول ما انت ماشيه عادل امام، سليم على عادل امام، سليم على سعيد صالح. أيوة. هم بنوا ثقافتهم من الافلام بتاعتنا. معلومه بسيطه عن القلي، مفيش داعي واحنا بنقلي نحط كله مره واحده وجنب بعض لازق في بعض. لو تشوفي انا سايبه مساحه، خدت بالي، تحطيش الكميه في فعلا مساحه بين هتنزل ميتها. لو عملنا ده هتنزل ميتها وهنبرد الزيت وهتفك والزيت يبرد. فاحنا محتاجين ان هي بصي احنا مش هنقلب كتير، هتاخد بس هي تاخد وقتها اوكي على خفيف قوي قوي. مفيش داعي ان احنا تحبي نكمل آلية. يلا. نطلع بريك ونكمل آلية. يلا بينا نعمل. بعدين انت قلتي لي الصلصه هنعملها في الصلصه، وقلتي لي مكوناتها ايه الصلصه؟ الصلصه عندنا طريقتين كآلية، اللي هي بصل وبتتقابل في السمن وننزل عليها بالطماطم ونتبلها، او فصين توم برضو يتحمروا تحمير بسيط في السمن، ننزل عليهم بالطماطم ونتبلها ويدخلوا الفرن شويه ميه صغيرين او شويه شوربه. طب تحبي ناخد بريك عقبال ما نقلي ده وندخلها الفرن جوه ونرجع تاني نعمل الاستاذ الحباش. طيب يلا بينا هنخلص آلية وهنسويه ونرجع نعمل الحباش. ورجعنا لكم، سوينا الكفته بتاعتنا
وعملنا الطريقه المحمره. أيوة. اول طريقه ليها بتاعت السرقه دي بتاعت السرقه. تتسرق من ايوه الطبق التك تك والمطبخ. دي. وبعدين بقى شيف حنان هاتلنا بقى نجيب الطريقه بقى الثانيه الطاجن. المصلصه من الفرن. هنجيبها بقى من الفرن ونبدا بعد كده نعمل ايه؟ الحبوش او الحباش، صح كده؟ موجوج. انا عايزه اخد منك كراسه ونوت وامشي وراكي. ده بنسميه موجوج. موجوج بصي لمعانه وجماله، شم الريحه. فظيع، حطها هنا. خطير دي بقى تعمل جنب رز ابيض، خطير. رز حبه وحبه، رز بالشعريه، تتغمس بالعيش اي حاجه زي ما أي طبعا حاجة. جنبيها ترشي، جنبيها اللي انت طبعاً. عايزاه. ممكن جنبيها الحبوش. يلا كاس بينا. حبوش. بصي الحبوش ده ايوه هو الجوكر بتاع دمنهور، ايوه. الجوكر بتاع سفره دمنهور. ممكن تحكيه لهم؟ هو عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات بسيطه، حاجات جافه، أيوة. توابل، وبعدين حاجات بنعملها زي السلطه. خدي بالك فيه نوعين، في نوع بيتحط له الطحينه الحمراء. وايه الفرق بين الطحينه الحمراء بس والبيض؟ احنا ما لقيناش حمراء في القاهره. لا بس هقول لك الحمراء عباره عن ايه. أيوة. عباره عن سمسم متحمص بقشرته، ايوه ما تقشرش. أيوة. اوكي، مش محتفظ بحاجه، هو بحاله بخيره. مظبوط. ومتحمص بيدي اللون الاحمر. أيوة. وتغذيته عاليه جدا، فايدته عاليه جدا، بروتين فيه عالي جدا، كالسيوم عالي جدا. مظبوط. وما بيضرش المعده لان ما فيهاش بقول، صح. فمن الحاجات القويه المريحه للمعده. وبيحطوا الاحمر جنب المشويات، السمك. البيضه يحطوها جنب الفول. ايوه يعني أيوة. على حسب ما شفنا. تعالي نعملها بقى وفي سوا. دمنهور اغلبهم او الاصلي يعني بيخلطوا الاثنين مع بعض. احمر مع ابيض. مع ابيض. بس عشان جدير بالذكر يعني مفيش محافظه في مصر بتعمل الحباش غير دمنهور، غير هم محافظه المتخصصين بالظبط فيها. غير البحيره. هم بس. المتخصصين فيها. بس وبيتسافروا وبيتتباع على فكره في رمضان محلات مخصوصه هي قايمه على أيوة. الحبوش. ايوه بالظبط. يلا نبتدي نحبش. يلا. الحباش: معلقتين كبار دقيق، معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة كركم، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة شطة، طحينة حمراء وبيضة حسب الرغبة. خليني اناولك انا الحاجه علشان خاطر انا الفستان هحتاج بتاعك. الاول حاجات الجافه. اوكي كل حاجه. نبدا. طب خلينا نبدا الاول الشطه. بابريكا. ده بابريكا دي. اوكي. وبعدين على فكره احنا ممكن جدا قبل اضافه الخضار ناخد التوابل دي كتوابل بس. الحاجات الجافه دي نتبل بيها لحوم، نتبل بيها سلطات. طبعا. فاحنا نعمل اصل كده. الخلطه حلوه، خلطتها حلوه قوي. ده غير بقى كركم. طبعا في عطار هناك قال لي في تركه كده هم بيبيعوها جاهزه وما بيقولش هي ايه. قال لي اسمها خلطه الحباش. هي دي. قلت له انا هقعد اشمشم فيها وهجيب قرارها، ما تقلقش. عايزه الفلفل. ايوه. ملح. والملح. مش كل برضه الشيفات بيرضوا يقولوا كل التركات بتاعتهم وليهم حق. بص انا هقول لك على ليهم حاجه. حق. وملح. كمون. وكمون. اوعي تفتكري ان حد ممكن يطلع نفس الطبخه بنفس الطعم حتى لو واقفين في مطبخ واحد، ولو بيستخدموا نفس المكونات. ونفس المكونات انا موافقاكي 100%. في نفس، في بركه. صح. تمام. وده رزق على فكره. ده رزق. في حنيه كده في الاكل صح. اصلا ذوق وحنيه. يعني ما تحبي حد وتقدمي له كوبايه ميه، اتفضل يا حبيب قلبي. صح. مش خد بتفرق. اخد الحاجه. الميه اهي دب. خليني اخد الحاجه. لا هي بتبقى كده يعني، بتبقى محبه كده. تمام. وهنحط رشه كزبره. وهنحط كزبره. دي كل التوابل بتاعته. كلها. ودقيق عشان يعمل السمك والتخانه. انا مش هاخد كتير. القوام. بس القوام ده متعلمينها بتوع المدارس، ده الحاجات السيكي ميكي. بتقوليها ايه بقى؟ بتقولوها ايه بقى؟ التخانه بتاعت التخانه. اوكي. يعني ستي انا بدات انسى انت عماله تقولي لي ايه بتاعت الناس التوتو دي. ايوه. اسكتي بقى، انا كنت بقول لك كونسيستنسي اللي قعدت ادور شويه عليها في دماغي. بصي لونها. ما تخلصي بقى اديني اشم الريحه كده بتاعتها لانه شكلها حلو قوي. وممكن تدوقي. وفعلا تنفع تتبيله فراخ جدا. تبلي فراخ. بابريكا حلوه قوي مع الفراخ. شيش طاووق. وشيش طاووق. تمام. للناس بقى اللي مش من دمنهور او اللي حابين ما بيعملوهاش يستعملوها كده. بصي اللون، انت بتضيفي اللون على فكره، بتغيري اللون حسب اكتر خامه انت بتحطيها ايه. اوكي صح. خليني جرب كده. بعدين دي ممكن تتشال في برطمان كده زي ما هي مجففه كده في قلب الثلاجه بالظبط. لو عايزه تدوقيها جربي. جربي. مهمه قوي، اي بهارات عندكم شيلوها في الثلاجه.
ونحط معاها ورق نيم. مظبوط. ورق مظبوط. النيم الاخضر، مظبوط. نبات النيم، مظبوط. نحطه في سره في شاشه كده وندخلها. والبقول ممكن نحط نشاره خشب التخينه، يعني تروحوا للنجار اللي عنده الفاره بتاعه الخشب دي، تاخدوا النشاره التخينه وتتحط في مظبوط. قلبيها، يقوم ما يسوسش او ما يجرالوش ما حاجه. ياخدش اي بكتيريا ولا رطوبه. ولو عاوزين نحتفظ بالرز من غير ما يجيله رطوبه، في برطمان ازاز نحط فيه كرتون او ورق، او ورقتين لورا. او كرتون ورق. عشان يمص الرطوبه. مظبوط. مفيش حاجه تطوله وما صح. يسوسش. صح. تعالي بقى نعمل الجزء اللي هي السلطه بقى نفسها. بنعمل ايه؟ طماطم مبشوره، والليمون. ايوه. بقدونس ايوه. اهو. وعصير الليمون ده مهم قوي. انا بحب العصر اللي فوق الوش دي. ايوه. تمام. بنحط شويه ليمون. كتري أهي. في الليمون، انا بحب الليمون. غاويه فسيخ يعني؟ انت بتحبي الفسيخ ولا شفتي ايه؟ بقى، ده انا اول مره ادوقه في البرنامج ده، سبق صحفي. ده انا اهلي مش مصدقين، اول مره في حياتي ادوقه في البرنامج ده. بصي بقى، عايزه الصراحه كانت تجربه كويسه يعني، أهو. اقول الحقيقه. انت عارفه طب الفسيخ من السمك البوري. اه طب لا والملوحه؟ احنا عملناه بس قولي. لايف. احنا لا طب عملناه لايف. والملوحه بس قولي لي، اعترفي. منين؟ ايه الملوحه؟ سمك ايه الملوحه؟ إيه؟ هقول لك الملوحه دي هو نوع من انواع الفسيخ صح؟ طيب. الملوحه دي من سمك اسمه الكلابي، بيبقى موجود هو عشان ليه بوس كده. ده موجود في اسوان صح؟ اسوان. ايوه. وبيبقى حادق جدا، لان اهلنا أوكي. في اسوان بيبقوا محتاجين الحراره، عندهم حراره عاليه قوي طبعا. فلازم ياكلوا حاجه مملحه عشان ما يعرقوش ويفقدوا السوائل يطبوا. اصل طبوا انا ساكتين من انا العادة ما دي. كنتش باكل لا فسيخ ولا اي مشتقات واللي ليها. يدوقه لك. لا واللي خلاص، يدوق أنا لك رنجه. خلاص. طب المره الجايه. المره الجايه اللي انت عايزاه انا اكلته خلاص، فما تديش احنا بقى حطينا الخلطه بتاعت الحباش. سبحان الله، هو ربنا ادى نوعيه الاكل تليق على بيئه كل على مكان. بيئة الناس صح. لا والبني ادم بطبعه بيتاقلم، بيأدبت، فبيظبطها. التقليبه اهي، دوري الطبق. خليني بقى ايه اخد ده كمان واشيل. كل ما التخانه تزيد قلبي الطبق معاكي كده. نبتدي نحط شويه الطحينه. طحينه. طبعا احنا ايه محتاجين طحينه حمراء، ما لقيناهاش بس في ايه القاهره معلش خالص. اهل ما دمنهور لقيناهاش. يسامحونا، او يجيبوا لنا طحينه او يجيبوا لنا يبقى ويجوا كلنا يزورونا طحينة حمراء. وينورونا. ايوه. بصي التخانه بتاعتها. بس عايزه طحينه كمان صح؟ هزود لغايه لما انا التخانه اللي انا عايزاها على واللون الفصل. اللي انا عايزاه. انا عماله افتكر اللون عند الراجل، فعشان كده عند بصي. الراجل في دمنهور اهي. انا مش قادره اقول لك هي مغذيه قد ايه جدا، وهتريح المعده قد جداً. ايه، والناس اللي عندها عسر هضم هتساعدهم ازاي. صح والله فعلا. كده شكلها بقى حلو. ولسه هنحط الزيت الحار. زيت الحار اللي هو زيت بذر الكتان، طبعا اوميجا 3 صافي. خليني احكي لك بقى قصه عليه. وانا قوليلي. برضو كنت عايشه بره ولقيتهم قريب يعني 5 سنين مثلا بيقولوا ده في حاجه مكسره الدنيا في الهيلث شوبس اسمها فلاكس سيد اويل. فبقول لهم ايوه تمام، زيت بذر الكتان. زيت بذر الكتان هاني زيت الحار ده احنا بناكله على العربيه، بناكله في الفوله، احنا بانيين بيه الهرم. انتوا لسه مكتشفينه دلوقتي. قال لك ده المعلقه ب10 حبات اوميجا 3. قلت لهم طب احنا عارفين. فالمصريين دايما سباقين. خليه يدوني انا هاخده. خلاص كده. خلاص تمام. اهو نحط شويه زيت حار فوق الوش. دي عايزه عيش محمص. الريحه فظيعه. دي عايزه عيش محمص. حمصنا لك عيش هنا. لا وهنعمل حركه خليني تانية. انضف يلا الحته دي. طيب عصير الليمون. احنا طبعا مش هننافس اهل دمنهور في الحباش، بس لما احنا توحشنا بنجتهد. ولما توحشنا آه. وعايزين نعمله مش قادرين نسافر دمنهور والبحيره، نبقى نعمله في البيت. يلا طبعا احنا شايلين البذر والكلام ده. ممكن نحط شويه طحينه كمان فوق الوش. ده كده جارنش كده. جارنيتشور كده. عايزه تحطي خضره اللي يعجبك جنب الفول كده. خطيره. حبشنا التحابيش. احنا كده بقى عملنا ايه النهارده؟ عملنا كباب الفريك وسويناه بطريقتين. سويناه اللي هو طريقه محمر. السرقه اللي هي تطلق دي بتاعت المطبخ من ورا ظهر ماما كده. ايوه. وعملناه بالصلصه. اول جريمه سرقه في التاريخ. مظبوط. للاطفال. موثقه. للأطفال. ايوه. أيوة. وبالصلصه. وعملنا الحباش او الحبوش بطريقتنا احنا بقى. وممكن ناخد بقى رغيف كده حلو كده. انت طبعا يا رغده من الصبح عايزه الساندوتش ده. ده في ناس كانت طالباه منك. انا كان نفسي بصراحه اكل بس يلا. مش قادره، بس انا هدوق عشان خاطرك. ممكن ناخد واحده كمان لزوم البحبحه. لا ده كتير قوي عليا. وممكن اعمل لك ده كمان كده.
طب ابدأي انت الاول. لا وأنا يمكن. والله حد الله. والله يبقى أنا قادرة. أعزمك في بيتك يا والله يبقى شباب. قادرة. والله اتفضل. يبقى قادرة. سواء الريحة خطيرة بجد بجد. بصي عشان خاطرك انت بس في قبل، بس انا فعلا مش قادرة. صارفين ومكلفين يا استاذه والله، مجهود. ودلوقتي ميعاد مسابقتنا النهارده. سؤالنا سهل وبرضه اتكلمنا عليه في الحلقة. مين اللي فك رموز حجر رشيد وامتى تم اكتشافه؟ ها عدانا العيب. تسلم مفيش ايدك. حاجه. تسلم ايدك والله والله تجنن. الف هنا، الف هنا، تجنن. تسلم ألف ايديكي. هنا، الف هنا نورتيني حبيبتي. بجد وشرفتيني. وانا اكتر كنت ضيفة عزيزة والله، وانا بجد. أكتر. نورتيني مرة تانية. حبيبتي. وخليني اختم بقى، مش عارفة اختم من حلاوة الاكل. احنا كده خلصنا النهارده وعملنا الحباش وعملنا كباب الفريك بطريقتين، وكانت معايا ضيفتي شيف حنان مدحت. حبيبتي يا تسلمي. رب. واتكلمنا ورغينا على محافظة البحيرة وأهل البحيرة وأهل دمنهور. وأشوفكم بكرة في حلقة تانية من قصة والحكايات اللي ما بتخلصش من مطبخ أم الدنيا. رمضان ده كريم وده عشق قديم وده شهر الخير هو ده عيرجيم جوه في مطبخ ام الدنيا اللي محمر واللي مشمر احلى محاشي ورز معمر واللي مشطشط واللي مسبك واللي يخليك حلو منور جوه في مطبخ ام الدنيا. لو فين او مين يلا يا صايمين قبل وبحري معزومين عازمين يلا شلولو ولا الويكا ولا سخينة ولا فريكة أكلة هنية سمك وطيور